فلوج جديد. نعمل قهوة عشان ورانا مذاكرة، خلاص بينا في ليالي الميد ترم الجميلة. خلصنا شوية مشاوير كده، بصراحة ما كنتش قادر إن أنا آخد الكاميرا معايا يعني في المشاوير دي، أو الموبايل. يعني أنا الموبايل بقول كاميرا لأن هو بستخدم الكاميرا بتاع الموبايل، لكن إحنا لسه مش معانا كاميرا. فإن شاء الله يبقى معانا إن شاء الله. يعني من الحاجات اللي أنا ناوي أعملها في القناة كأبجريد إن أنا أبقى أجيب كاميرا إن شاء الله يعني. المهم فهنعمل قهوة وإيه، وناخد شوية بقى إيه كام ساعة مذاكرة كده عشان المترم يوم السبت، النهاردة الأربع. الفلوج ده إن شاء الله يعني مش هيتأخر، هينزل في ميعاده الأربع بس بالليل. أه، ولعلها العودة يعني مش عارف. ممكن انقطع في وقت المترم عشان الضغطة بتاعة المترم وكده، ولا ممكن ايه اللي يحصل، فخلي كل حاجة في وقتها هي. اكتشفت ان انا بقالي كتير قوي مش بحط قرآن في المقاطع بتاعتي. بصراحة هو مش لأجل شيء، ولكن علشان حقوق الطبع والنشر اللي أنا مش عارف أظبطها دي لغاية دلوقتي، فعشان كده بخاف أحط مقطع فيطلع عليه حقوق طبع ونشر والكلام ده، فالفيديو يعني يبقى عليه أي تحذيرات والكلام ده كله. فهحاول إن أنا أي حاجة مش عليها حقوق طبع ونشر ونحطها. ف يلا بينا نسمع تلاوة جميلة. ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. نتبع خطوات الشيطان. ربنا قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، مش ولا تتبعوا الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الخطوات ذات نفسها بتاعتهم ما تتبعوهاش، عشان في الآخر نهايتها طريق مسدود. ده فلوج عملته من 10 شهور تقريبا أو 11 شهر، 9 شهور ولا 11 ولا 10، من 9 شهور. بحب أرجع للفلوجات بتاعتي لأن غالبا بيبقى فيها رسالة ليا. يعني غالبا لو هي ما فيهاش رسالة لحد فهي بتبقى فيها رسالة ليا أنا كمحمود. فبرجع أفتكر تاني إن في الوقت ده حصل حاجة فلانية، فعشان كده قلت الكلام ده، فعلشان كده لازم تتذكر كل ده. فباخد منها عظة، يعني باخد منها فعلا فايدة. الفلوج بتاع النهاردة أنا المفروض كنت أتكلم عن المهارات، أهمية المهارات اللي المفروض تكتسبها في الجامعة وفايدة ده عليا أنا كمحمود. ولكن بصراحة مش حابب إن أنا أدخل في حاجة جديدة وأنا لسه ما خلصتش القديم. أنا قلت امبارح إن إحنا الحمد لله بدأنا نرجع للفلوجات، فيعني المفروض إن أنا أقول سبب الاختفاء وناوي أرجع بإيه تاني وليه بصور دلوقتي وده كله. أحيانا بيعدي عليك فترة بتبقى مضغوط، محتاج ترتب أولوياتك. فدي الفترة اللي أنا خدت فيها فريز كده من صناعة المحتوى وإن أنا أصور وإن أنا أنزل. محتاج تراجع حاجات مع نفسك، محتاج إن أنت تركز على حاجات أنت كنت مقصر فيها. فده اللي أنا عملته. انا خدت بريك كده، بنشوف كليتنا وجامعتنا ومستقبلنا شويه، منها بجرب حاجات جديده ممكن نبقى نشاركها قدام معاكم. وبعد كده قلت نرجع تاني بقى بعد ما نبقى تمام نوعا ما. فانا لسه زي ما انا عندي هدف ان انا نوصل لعدد كويس من الفلوجات نكون فيها بنوثق رحلة الدراسة وسنين الدراسة وحياتنا فيما هو قادم بإذن الله تعالى. لأن في مواقف كتيرة بتحصل مع الواحد بيبقى عايز يطلع منها بفايدة، عايز يعلم غيره أو يوصل لغيره معلومة لو مر بنفس الموقف ده فيعمل ايه. بصراحة في مواقف كتيرة حصلت صعبة كنت حابب ان انا اشاركها معاكم، بس ما حصلش ان انا قدرت ان انا اشارك ده، وقدرت ان انا اعدي الموقف لوحدي بدون ما اشاركها. فتعالوا الفترة الجاية نبدأ نشارك بقى، نرجع تاني باللي احنا متعودين نعمله. هو الفلوجات زي ما قلت لكم هي يعني كانت جزء مني، جزء من حياتي. فلازم بس تاخد استراحة كده من كل فين وفين كده، يعني تاخد استراحة وترجع تاني بنفس الاستمرارية وبنفس المبادئ، بنفس الهدف اللي انت عايز توصله، هو ان انت تكون مؤثر. فيعني لعلها العودة. بس يلا نذاكر عشان المترم بقى وكده. نلقاكم على خير.